هاليلويا. صباح الخير أحباء الرب. إلهنا الصالح أعطانا فرصة جديدة لحتى نقدر نكون معه. إلهنا الصالح يلي مشتاق أن يغمر حياتنا بكل بركة روحية في السماويات. هذا الإله المحب، هذا الإله الذي مكتوب عنه أنه أحبنا للمنتهى. إلهنا الفادي، إلهنا اللي بيشتاق أن يغمر حياتنا بكل بركة روحية. اليوم الرب بده يعطينا رسالة من خلالها نقدر ناخذ عمق جديد بمعرفته، بمعرفة إلهنا وحبيبنا يسوع. بداية خلونا نصلي. يا رب نباركك من أعماق القلب لأنك تستحق يا رب. نشكرك من أجل مراحمك الكثيرة والمتجددة لنا في كل صباح يا رب يسوع. مراحمك هي متجددة لنا في كل صباح. نشكرك يا رب، نشكرك لأنك أنت إلهنا، إله عظيم. نعظمك يا رب ونرفع اسمك عاليا فوق الجميع، فوق الجميع يا رب. نرفع اسمك لك يا رب، نرفع الحمد، نرفع التسبيح يا رب. نشكرك لأنك في هذا الصباح يا رب تعطينا نعمة وبركة. نشكرك يا رب لأنك تعطينا من المزيد الذي عندك يا رب. تفتح يديك وتشبع كل حي رضا يا رب يسوع. نباركك من أعماق القلب لأنك أبونا. لنا هذا الامتياز يا رب، أنك أنت يسوع المسيح إلهنا، أبونا، راعينا، فادينا. نعظمك من أعماق القلب يا رب. أصلي أنك تبارك يا رب هذه الرسالة لكل من يسمعها في اسم يسوع. أيضا يا رب بارك عبدك بكل بركة روحية يا رب. بارك عبدك يا رب عند افتتاح الفم. أعطيني كلاما في اسم رب يسوع. هاليلويا. إلهنا صالح دائما وإلى الأبد. اليوم يا أحبة هو اليوم الأول أو الأحد الأول من أيام الصوم الكبير، أو مثل ما بيسموه الصوم الأربعيني، يلي بيبدأ بحسب التوقيت اللاتيني يبدأ يوم الأربعاء، وبحسب التوقيت الشرقي بيبدأ يوم الاثنين. نحن كبشر بشكل متواصل عنا هذا الدافع، عنا هذا الشوق انه نحن نعمل اي شيء حتى نرضي الهنا. الانسان عنده ميول للعباده بغض النظر اذا كان الانسان معتنق عقيده او دين او لا، ولكن الانسان بحد ذاته عنده هذا الميول، عنده الشوق للعباده. بدنا شيء نعبده، بدنا شخص نعبده. فنحن المؤمنين بنحاول نعمل أي شيء حتى نرضي إلهنا. واحدة من الأمور اللي نحن بنعملها هي الصوم. إنه نحن بنصوم ظنا منا إنه نحن بدنا نرضي الله من خلال صومنا. واللي الأمور اللي بنعملها لحتى نرضي إلهنا أكثر المرات بنفشل فيها. بنفشل في إرضاء الله، لأن لا يمكن إرضاء الله من دون إيمان. السؤال: هل الله طلب من الإنسان أن يصوم؟ هل الله طلب منا أن نصوم؟ هل الصيام هو واجب أو فريضة ويجب على الإنسان القيام بهذه الفريضة؟ مطلوب هي فريضة الصوم بالنسبة لنا كمؤمنين بالرب يسوع المسيح. هل هي فريضة؟ ليش لحتى نصوم؟ لماذا نصوم؟ بالحقيقة الله بالعهد القديم ما طلب من الإنسان أن يصوم غير مرة واحدة، وهو بيوم الكفارة. بيوم الكفارة طلب الله أنه الشعب يصوموا، وكان هذا اليوم فريضة على الشعب يلي شعب الله. كان فريضة لهم أنه يصوموا بيوم الكفارة. في هذا اليوم بيصوموا متحدين لرفع خطايا الشعب. بنشوف وبنقرأ عن هذا الأمر بسفر اللاويين للصح 16 الأعداد 29 ل 31، أيضا صح 23 من الأعداد 32 ل 37، أيضا سفر العدد صح 29 والعدد 7. بنقرأ عن يوم الكفارة، عن الفريضة اللي الله طلبها
من الشعب، وهذا اليوم يلي بيصوموا فيه متحدين مع بعضهم البعض لرفع خطايا الشعب. إذن اليوم هو الأحد الأول من أيام الصوم الكبير، من أيام الصوم الكبير. راح أقرأ بعض الأعداد من إنجيل متى الإصحاح 6 والعدد ابتداء من العدد 16. بيقول: هاليلويا. ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجورهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. إلهنا الفادي يبارك لنا كلماته. مثل ما حكيت، الله لم يطلب من الشعب في العهد القديم، لم يطلب من الشعب أن يصوموا سوى بيوم الكفارة مرة واحدة في السنة. ولكن اللي صار أنه اليهود بعد خراب أورشليم وبعد السبي والويلات اللي صارت على شعب الله، اليهود صاروا زادوا أيام الصيام لهم لحتى يتذللوا ملتمسين رحمة من الله، لحتى يتذللوا ملتمسين رحمة من الله. في الأساس الكتابي ما في أي إشارة لتعيين مواعيد محددة لأصوام سنوية ينبغي علينا أن نمارسها بصورة رسمية كفرد مثل ما قلت. لكن اليهود اللي عملوه من بعد خراب أورشليم والسبي وكل الويلات اللي أصابتهم خصصوا لأنفسهم أصوام سنوية، وفي بعض الأيام تمت ممارستها بحسب تعصبهم المعهود ومحاولة. دائما اليهود بيحاولوا يعملوا أمور كثير لحتى يتذللوا لله، محاولين ملتمسين رحمة، ملتمسين مغفرة من عند أبوهم أو أبونا السماوي. وبنشوف هذا الأمر بسفر زكريا صح 8 والعدد 19 إنه الله أبطل هاي أيام الصيام اللي هن خصصوها لأنفسهم. بالعهد الجديد أيضا ما في أي أمر صريح بالصوم، بل إنه الرب يسوع المسيح شو عمل؟ ترك لكل إنسان أن يصوم بحسب ضميره واحتياجه. فالرب يسوع بالعهد الجديد ما أعطى أي أمر صريح بالصوم بأننا ينبغي علينا أن نصوم، ولكن ترك الأمر لضمير كل إنسان وبحسب احتياجه للإنسان. الفريسيين كانوا بيصوموا يومي الاثنين والخميس. الفريسيين اختاروا أن يصوموا يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهذا أمر بيتعلق بصعود ونزول موسى. وأثناء الصوم الفريسيين أو كل الناس اللي بيصوموا أثناء الصوم، الفريسيين تحديدا شو بيعملوا؟ يمتنعون عن غسل وجوههم ويغيرون منظرها بحسب الآيات اللي قريناها، ويغيرون منظرها بوضع الرماد عليها. بيكونوا عابسين، بيغيروا شكل وجههم، بيحطوا رماد على وجههم حتى لون البشرة يتغير ويبين لون البشرة شاحب، على أساس أنه هن تعبانين، على أساس أنه هن مكسورين من الصوم اللي هن عايشينه. فالفريسيين كانوا بيصوموا يومين بالأسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس، يمتنعوا عن غسل وجوههم وبيغيروا منظرها بوضع الرماد عليها، لأنه هاي الأمور كانت علامة خارجية للحزن، علامة خارجية للحزن. فكانوا بيستعملوا هاي العلامات للخداع، كانوا بيستعملوها للخداع. بنشوف
عن موضوع الرماد وعن موضوع تغيير وجوه بسفر أستير الصح 4 والعدد 3، أيوب أيضا بسفر مراثي الصح الثالث وعدد 16، دانيال 9:3 أيضا، يونان سفر يونان الصح الثالث وعدد 6. ممكن ترجع لهي الشواهد وبتلاقي كمان بيحكي عن هذا الموضوع. شو هو الصوم؟ الصوم، ما هو الصوم؟ الصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب أو الامتناع عن تناول بعض الأطعمة إلى حين في سبيل غاية أو هدف معين. فإذا هو الامتناع عن الأكل والشرب أو الامتناع عن تناول بعض الأطعمة إلى حين في سبيل غاية أو هدف معين. بنشوف الرب يسوع بيحكينا ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين. شو يعني عابس؟ المشكلة الحقيقية مش بأنك تكون عابس الوجه، بل المشكلة الحقيقية هي تتمثل بأنك تمثل هذا الدور، انك انت عابس، كرمال شو؟ انك انت عابس لانك صائم، لانك صايم. فالمشكلة الحقيقية هي مش انه وجهك يكون عابس، ولكن المشكلة الحقيقية انك انت تمثل هذا الدور امام الناس لغاية معينة. كمان بيقول عابسين كالمرائين. مين هو المرائي؟ المرائي هو ذاك الشخص الذي يقوم بفعل معين امام اعين الناس بشكل مقصود لينال رضاهم. المرائي هو ذاك الشخص الذي يقوم بفعل معين امام اعين الناس بشكل مقصود. ليش؟ لينال رضاهم. أحبائي، الله يجتمع مع أبنائه في الخفاء. الله بيجتمع مع أبنائه في الخفاء. رب يسوع بيقول فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. الله يجتمع مع أبنائه في الخفاء. لذلك المرائي لا يعرف الله. المرائي لا يعرف الله. ليش؟ لأنه ينظر إلى الناس على الأرض فقط. هم المرائي أنه يطلع على الناس، ينال رضا الناس، ولكن ما بيقدر يشوف الله، ما بيقدر يمارس الصوم كشيء. لذلك هو يمارس الصوم كشيء مفروض عليه، وبيتظاهر فيه، وبيتفاخر بصومه على الآخرين. أنا صائم. بنشوف بإنجيل لوقا، إذا بنقرأ بإنجيل لوقا والإصحاح 18 بيحكي لنا عن قصة الفريسي والعشار. إنجيل لوقا الإصحاح 18 والأعداد 10-12 بيقول إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة، ولا مثل هذا العشار. أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء يرفع عينيه نحو السماء، بل قرأ على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. اللهم ارحمني أنا الخاطئ. الله يجتمع مع أبنائه في الخفاء. لذلك المرائي لا يستطيع أن يتقابل مع الله، لأن المرائي كل غايته هي إرضاء الناس على الأرض، بينما أبونا السماوي الذي يلتقي بأبنائه في الخفاء، المرائي لا يستطيع أن يلتقي به. أحبائي، الصوم بيساعد الإنسان على ممارسة التوبة، ويكون متضع، والتضرع لرفع الضربات عنه. وقع بمشكلة، وقع بمصيبة، في مرض لأحد الأحباء لديك، بصوم من أجل أن يرفع الله هذا المرض، هذا الوباء، هذا الأمر الصعب عني أو عن العزيز الذي لدي. فالصوم بيساعدني
إني أمارس أيضا التوبة، بيساعدني أن أمارس التوبة، أن أتضع في علاقتي مع الله وعلاقتي مع الآخرين، أيضا أتضرع إلى الله لرفع وباء عني أو ضربة مصيبة عني أو عن أحد أحبائي. رب يسوع بفرجينا بهذا الإصحاح، من بداية الإصحاح إذا بنقرأ، رب يسوع بفرجينا 3 أشكال، انتبه، بفرجينا 3 أشكال للرياء الديني. الرياء يعني مثل ما حكيت، المرائي هو الشخص الذي يفعل أمر معين أمام أعين الناس بشكل مقصود. فالرب يسوع بهذا الإصحاح السادس بفرجينا 3 أشكال للرياء الديني. بيبدأ الإصحاح السادس بيقول: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم. فإذا بيحكينا عن الرياء في فعل الصدقة. الشخص يلي بيتصدق على الناس أمام الناس، بيعطي لأي إنسان بركة قدام الناس، وإذا أعطى بركة شو بيعمل؟ خلونا نكمل. ورب يسوع بيخبرنا بيقول: وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات، فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق. فلا تصوت قدامك بالبوق. مثل مين؟ بيقول: كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة. فإذا الرياء في فعل الصدقة. الصدقة يا أحبة هي من المزايا الحميدة التي تظهر فيض النفس في إحسانها. هي من المزايا الحميدة التي تظهر فيض النفس في إحسانها. أيضا الشكل الثاني للرياء هو الصلاة. بيحكينا بالعدد 5: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين. متى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع. لماذا؟ بيقول: لكي يظهروا للناس. لكي يظهروا للناس. أحبائي، الصلاة تتعلق، موضوع الصلاة بيتعلق بضعفاتنا واحتياجنا اللي بنشكيه لله. احتياجي، ضعفي الذي أشكوه لله. لما أشكو ضعفي، لما أشكو احتياجي لله، ينبغي أن لا أكون كالمرائين. وإذا بدي صلي لأي شخص، ما أروح أحكي للناس أنا صليت لفلان، يا فلان أنا صليت من أجلك، أنا صليت لله من أجلك. لا أكون كالمرائين. ولما نصلي ما نصلي لغاية أن الناس ترانا وتقول واو، الناس تقول واو هذا شو، قديش هذا مؤمن، قديش هذا تقي، قديش العلاقة بينه وبين الله قوية. هيك له 10 دقائق بيصلي، له ساعة بيصلي. أرجوك انتبه للي بيقوله الرب: لا تكونوا كالمرائين. لا تكونوا كالمرائين، لا في صدقتك ولا في صلاتك. أيضا الشكل الثالث للمراءة هو الصوم. بيقول: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين. متى صمتم لا تكونوا عابسين كالمرائين. كالمرائين. رب يسوع بيحاول يخبرنا من خلال هاي التوضيحات مدى سخافة محاولة الظهور بمظهر القداسة. لما يا أحبة بنحاول نظهر أمام الناس بمظهر القداسة، هذا أسخف أمر. أسخف أمر أن أحاول أن أظهر بمظهر القداسة وأنا من الداخل مليء من النجاسة. أحبائي، سعي للحصول على المدح من الناس وإظهار نفسي بأني ذاك الشخص النقي التقي من خلال طرق ملتوية، بعيدة عن الصدق والصراحة، هو أمر مخزي جدا. أمر مخزي جدا. كل واحد منا نحن الذين يسكن في قلوبنا روح الله القدوس،
المفروض أن نتميز بسلوكنا الصادق والصريح ونقاوة الفكر ومبدأنا السامي، لأنه معلمنا يلي علمنا ما علمنا أن نكون كالمرائين، علمنا أن نكون تلاميذ حقيقيين له، لملك الملوك ورب الأرباب. وتلاميذه يجب أن يتميزوا بهذا السلوك: الصدق، الصراحة، نقاوة الفكر، المبدأ السامي. ينبغي على ذلك الذي يمتنع عن الطعام والشراب، هذا اللي عم بيصوم، ينبغي عليه أنه يحط بفكره صيامي، امتناعي عن الأكل والشرب، ما هو إلا فرصة لأقضي وقت أكثر مع الله بفرح وسرور نابع من أعماق القلب، لأني بهذا الوقت أتمتع بشركة لا مثيل لها مع خالقي. الشخص الصائم اللي بيمتنع عن الطعام والشراب مفروض أنه يكون على يقين أنه هذا الوقت اللي أنا فيه ممتنع عن الطعام والشراب، هذا الوقت هو لقضاء وقت أكثر مع إلهي، مع خالقي. هذا الوقت اللي بقضيه مع خالقي ينبغي أن يكون مليء بالفرح والسرور النابع من القلب، لأنني في هذا الوقت أنا أستمتع بشركة عظيمة ولا مثيل لها مع خالقي، مع إلهي، مع فادي وراعي الصالح. من خلال كل ذلك نستنتج ما يلي: نستنتج أن الصوم بلا رياء، نستنتج أن الصوم بلا رياء هو واحد. رب يسوع بيقول: لا تكونوا عابسين، لا تكونوا عابسين. الكتبة والفريسيين المنافقين أرادوا أنه يتأكدوا من أنه المجتمع اللي حواليهم، الناس اللي حواليهم، لازم يعرفوا أنه هن صائمين. الكتبة والفريسيين، هؤلاء المنافقين، مش بس الكتبة والفريسيين، المرائين لما بيصوموا عم بيحاولوا يتأكدوا أنه الناس اللي حواليهم لازم يعرفوا أنه أنا صائم، أنه أنا صائم. لهذا السبب هن بيتبنوا الشعور الحزين والعبوس على وجوههم، بيكون واضح، بيكونوا عابسين حتى تظهر معاناتهم من الصوم، حتى تكون معاناتهم من الصوم واضحة للي حواليهم. الأمر الثاني: لا تنتظر إعجابا من أحد، لا تنتظر إعجابا من أحد. بيقول الرب يسوع إنهم قد استوفوا أجرهم، أنهم قد استوفوا أجرهم. ولا الفريسيين، الكتبة والفريسيين، ولا المرائين، الأمر اللي بيعملوه إنهم بيصوموا أو حتى بصلاتهم وبصدقتهم، هاي الأمور اللي بيعملوها قدام الناس حتى ينالوا استحسان من الناس. بيحاولوا يعملوا هاي الأمور لحتى يحصلوا على إعجاب الناس من خلال جهودهم الروحية. عندهم جهود روحية عظيمة جدا بيبذلوها حتى ينالوا مدح من الناس. والسبب الوحيد وراء إرضاء الناس أحبائي في نهاية المطاف هو أن نكون سعداء. المرائي لما بيحاول ينال مدح وإرضاء من الناس، هذا الأمر نابع من أنه عنده هذا الدافع، بحس بالسعادة، بيشعر بالسعادة، عنده نقص في داخله. فمن خلال هاي الأمور اللي بيعملها قدام الناس، لما بيحاول ينال مدح واستحسان الناس، عنده نقص بداخله بيحاول يعبيه، بيحاول يكمل هذا النقص من خلال مراءاته. الأمر الثالث: اعتني بمظهرك الخارجي. ممكن تسأل: معقول مفروض أني أعتني بمظهري الخارجي؟ بالطبع، اعتني بمظهرك الخارجي. رب يسوع بيقول: وأما أنت فمتى صمتم وأما أنتم فمتى صمتم لا تكونوا عابسين كالمرائين. بعدين بيقول: وأما أنت في العدد 17، وأما أنت فمتى صمت شو بتعمل؟ فادهن رأسك واغسل وجهك. اهتم بمظهرك الخارجي.
اهتم بمظهرك الخارجي لكي لا تظهر للناس أنك صائم، لكي لا تظهر للناس أنك صائم. رب يسوع بأمرنا أن نعتني بأنفسنا كالمعتاد. قبل ما تصوم أنت عادة تغسل وجهك، تهتم بمظهرك. رب يسوع بيقول بوقت صيامك اهتم بمظهرك الخارجي حتى ما تظهر للآخرين، للناس، أنك أنت صائم، ومن خلال هذا الأمر أن تنال استحسان ومدح من الناس. اجعل صومك، اجعل صدقتك، اجعل صلاتك في سر، اجعل صومك في سر. النقطة الرابعة، يجب أن يرافق صومك الصلاة. صومك المفروض أنك أنت بوقت انقطاعك عن الطعام والشراب أنك أنت في علاقة وشركة مع الله. ولما تكون في علاقة وشركة مع الله ينبغي أنك تصلي. تعودنا لما نصوم بنحاول نشغل نفسنا بأي أمر لحتى الوقت يمر. أنا بدي صوم من طلوع من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس مثلا. بحاول بهذا الوقت أعمل أي شيء لحتى الوقت يمر، وكل شوي بتطلع على الساعة اليوم ما عم تتحرك. ليش؟ أنا ناطر الساعة الفلانية، أنا ناطر غروب الشمس لحتى أرجع للطعام والشراب اللي أنا ممتنع عنه في هاي الساعات. بالعكس، الصوم بلا رياء ينبغي أن يرافقه الصلاة. أنا بهذا الوقت بحاول أقضي شركة وقت أكثر مع إلهي. النقطة الخامسة، يرافق الصوم بلا رياء يرافقه التوبة أحبائي، عندما تكون يد الله علينا بالتأديب. سفر إشعياء، رح نقرأ سفر إشعياء والإصحاح 58. هاليلويا. إشعياء إصحاح 58 بتخبرنا هاي الآيات. العدد 3، ابتداء من العدد 3، يقولون لماذا صمنا ولم تنظر، ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ. ها إنكم في يوم صومكم توجدون مسرة، وبكل أشغالكم تسخرون. ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون، ولتضربوا بلكمة الشر عفوا. لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في العلاء. أمثل هذا يكون صوم أختاره؟ الرب بيسأل. يوما يذلل الإنسان فيه نفسه، يحني كالأسلة رأسه، ويفرش تحته مسحا ورمادا. هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب؟ أليس هذا صوما أختاره؟ التالي الرب يقول التالي: حل قيود الشر، فك عقد النير، وإطلاق المسحوقين أحرارا، وقطع كل نير. أليس أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك. رب يقول: أليس هذا صوم أختاره؟ هذا هو الصوم اللي أنا أختاره. بفعل هاي الأمور هذا هو الصوم الذي يختاره الرب. إذا بنكمل بالأعداد 8 و9، إذا بنكمل هاي الأعداد ونقراها رح نقرأ كلمات رائعة جدا. اسمعوا أحبائي. بيقول بالعدد 8: حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، هاليلويا، وتنبت صحتك سريعا. مريض؟ صوم هذا الصوم اللي بيقوله الرب. هذا الصوم يلي بيقوله الرب، مش أي صوم آخر. مش الصوم يلي بتحاول فيه تقضي أي وقت، تعمل أي شيء بس لحتى تقضي وقت والوقت يمر. لما تصوم الصوم اللي بيقوله الرب، الصوم بلا رياء، رب يقول: حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعا، ويسير برك، هاليلويا، أمامك، ومجد الرب يجمع ساقتك. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول: ها أنا ذا. تستغيث
فيقول هانذا أليس هذا صوم أختاره؟ رب علمنا الصوم بلا رياء، الصوم بأن أصوم ليس لأنال استحسان ومدح من الناس، بل لي أستمتع بشركة وعلاقة رائعة أكثر مما مضى مع خالقي، مع فادية، مع راعية، مع ملك الملوك ورب الأرباب. النقطة الأخيرة والنقطة السادسة، الصيام بلا رياء، الصوم بلا رياء يمتاز بالسرية في عدم التظاهر والتفاخر. يمتاز الصوم بلا رياء بالسرية في عدم التظاهر والتفاخر. أحبائي، أي إنسان إذا عنده طلبة معينة، إذا عنده أمر معين من أجله محتاج أن يصوم، ما في داعي أنك تتفاخر على الناس، ما في داعي أن تتفاخر على أنت بوقت صيامك منقطع عن الأكل والشرب. بوقت صيامك أنت في علاقة وشركة مع يسوع المسيح الذي تجسد وفدى الإنسان، ذاك الذي أحب الإنسان للمنتهى. لا تتفاخر على من أحبه الرب، لا تتفاخر على من بذل الرب نفسه من أجله. ما تتفاخر عليه، ما تتظاهر للناس أنك أنت في علاقة مع الله. خلي أفعالك هي اللي تظهر مدى عمق علاقتك مع الرب يسوع. إنجيل متى الإصحاح 4 بنقرأ عن معلمنا وفادينا يسوع المسيح. الإصحاح 4 الأعداد من 1 ل 11 رح أقرأ بسرعة. بيقول: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك، فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن سجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. إلهنا الحبيب فادينا المحب يسوع المسيح صام 40 نهارا و40 ليلة. انتبهوا يا أحبة، نحن تعودنا لما بنقول بدي صوم يومين شو بنعمل؟ بنصوم من طلوع الشمس لغروبها وبنفطر، نرجع للأكل والشرب، وتاني يوم أيضا من طلوع الشمس لغروبها بنكون منقطعين عن الطعام والشراب. ولكن لما بدنا نقول أنا رح صوم يومين، يعني أنا بدي صوم 48 ساعة. رب يسوع صام 40 نهارا و40 ليلة، 40 نهارا و40 ليلة. لما نقرأ عن رب يسوع بوقت الصيام اللي هو كان عامله 40 يوم و40 ليلة بالبرية، يعني ما كان مع الناس، يعني كان بعيد عن أعين الناس. يعني رب يسوع صام 40 يوم 40 نهار و40 ليلة بعيدا عن أعين الناس. بهذا الوقت بهاي الصورة رب يسوع بيحاول يعلمنا بوقت صيامك انقطع عن العالم، انفصل عن العالم، انفصل عن كل ما هو موجود في العالم. عمول أمور جديدة بحياتك، عمول الأمور يلي أنت مش متعود تعملها. اقرأ أكثر، صلي أكثر، قضي وقت مع الرب أكثر، اسمع، انصت إلى صوت الرب أكثر. رب رح يسمعك صوته، رب بده يعلمك مشيئته، رب بده يشاركك
مشاعره، يشاركك بالأمور اللي بتشغله. رب رح يشاركك أشواق قلبه. قضي مع الرب وقت أكثر. بنصلي وبنقول يا أبونا الفادي أعطينا نعمة، يا إلهنا الفادي أعطينا نعمة لنصوم مقتدين بك يا ملك الملوك، لإخضاع جسدنا، انتبهوا أحبائي، لإخضاع جسدنا للرب والروح القدس. بوقت الصيام أنا بحاول أن أخضع جسدي لإطاعة الرب وروح الله القدوس، لأطيع مشيئة الله، لأطيع الله في كلمته، لأطيع الله فيما يوحيه إلي، فنطيع إرشاد روحك الإلهي دائما يا رب. علمنا يا رب لكي نقتدي بك في صومنا، في كل ما نفعله في حياتنا نكون مقتدين بك، لكي ما نستطيع أن نخضع جسدنا لك يا رب ولروحك القدوس، فنطيع إرشادك الروحي دائما. نطيع إرشادك يا رب بالبر والقداسة، لكي ما يكون الإكرام لك ونعطي المجد لك أنت الذي تحيا وتملك فينا مع الآب والابن والروح القدس. هللويا. أحبائي، رب يسوع ما بيمنعنا من الصيام. رب يسوع ما بيمنعنا أنه نصوم، بالعكس لما بيقول ومتى صمتم، وكأن الرب عم بيقول ما في مشكلة أنك تصوم. ما في أمر صريح بالعهد الجديد من خلال الرب يسوع بالصيام، ولكن الرب يسوع بفرجينا أنه ممكن تصوم، في إمكانية أنك تصوم. والصيام بالإمكانية أن نصوم، هذا الصيام بيكون لرفع، بيكون لطلبة معينة، بيكون لرفع ضربة معينة، مشكلة معينة أنا واقع فيها، ممكن مش أنا، ولكن عندي عزيز، عندي صديق، عندي عائلتي، عندي أهلي، عندي الناس اللي حوالي، ممكن أنا أحط نفسي بشركة مع هدول الناس، أصوم من أجلهم، أصوم لكي ما يرفع هذا الوباء عن هؤلاء العزيزين علي، لكي ما يشفى ذاك الشخص الذي أنا في علاقة معه. أنا بصوم من أجل طلبة معين. ممكن أنا عندي خطايا وأنا بحاول أصوم لكي ما أستطيع أن أتوب، أن أمتنع عن فعل هذه الأمور التي تكسر العلاقة بيني وبين الله. أصوم حتى الله يعطيني الإمكانية الكافية أن أخذ هذا القرار وأقوم أقوم بفعل حتى أستطيع أن أبتعد عن ما يبعدني ويجعلني أن أكسر وصية الله في حياتي. إلهنا الفادي يدعونا أن نكون في شركة معه، وهذه الشركة تكون من خلال الصدقة، تكون من خلال الصلاة، تكون من خلال الصوم، ولكن يدعونا أن نفعل هذه الأمور فلتكن في سرية، ولا نتفاخر على الآخرين. ما نتفاخر على الآخرين وما نتكبر على الآخرين، ما نفكر أنه أنا بصيامي أنا أفضل من الناس الآخرين. أحبائي، إلهنا علمنا أن لنتضع يا أحبائي ولنصوم، ولكن ليكن صيامنا بلا رياء. ولملك الملوك فادينا يسوع المسيح كل المجد والجلال والإكرام. نصلي يا أحبائي. إلهنا الفادي، راعينا الحبيب، نشكرك من أعماق القلب لأنك يا رب اليوم أعطيتنا عمق جديد في معرفتك. نباركك يا رب لأنك يوم بعد يوم تدعونا أكثر لنكون في شركة أعمق معك، مع شخصك يا ملك الملوك. نشكرك يا رب من أجل هذه الرسالة يا رب، أصلي أن تبارك كل من يسمعها، أن تكون يا رب سبب بركة لكل من يسمعها في اسم رب يسوع. أن يا رب تبارك كل شخص يسمعها، يا رب تبارك حياتهم، يا رب تبارك مستقبلهم في اسم رب يسوع. أشكرك يا رب من أجل مراحمك المتجددة لنا في حياتنا. يا رب املأ حياتنا ببركاتك، يا رب املأ حياتنا بكل الإمكانيات
وكل الدوافع التي تدفعنا أن نكون معك في علاقة حقيقية، وأن نفعل صدقتنا يا رب في سرية، وأن نصوم في سرية، أن تكون علاقتنا معك يا رب مقتدين بك أنت يا ملك الملوك ورب الأرباب. نشكرك يا رب من أجل مراحمك، من أجل إحساناتك في حياتنا يا رب يسوع. ونشكرك أيضا لأنك تسمع دائما لطلباتنا، لصلواتنا، لتضرعاتنا لك يا ملك الملوك ورب الأرباب. نشكرك لأنك تسمع وتستجيب. آمين.